النهارده بنعيش فرحة حقيقية، فرحة عم رشاد لما طلب مننا اللي هو عايز حاجة ياكل منها عيش. يسترزق منها، قال أنا نفسي في حاجة بقالة، كشك صغير. فأهل الخير بالتعاون مع مؤسسة فذكر الحمد لله قدرنا اللي احنا نجيب له الحاجات اللي كان بيطلبها وعايزها، حاجات بقالة يبتدي بيها مشروعه عشان يكسب بالحلال. ومش احنا اللي بنختارها وبس او واقفين عشان نتأكد ان كل جنيه بيتصرف بيروح في مكانه. احنا معانا ابنه هو اللي بيختار الحاجة، وما شاء الله عليه تاجر صغير عارف كل حاجة وعارف الأسعار كمان. وعشان كده النهارده هنعيش الفرحه الحقيقيه وتشوفوا بنفسكم اهل الخير ومؤسسه فذكر بيعملوا ايه. ايه رايك؟ يعني بصراحة فرحان جدا. والله والله فرحان جدا، وربنا يا رب يخليكم ليا ويكبر بخاطركم يا رب زي ما بتكبروا بخاطر أولادي وبخاطري. والله فرحان جدا جدا جدا. والله انا اللي فرحان النهارده بقى يا رشا. وبقول للسادة المشاهدين يعني مؤسسة فذكر بصراحة يعني بتعمل معايا كتير، أنجازات كتير. اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. جابت لي عجلة متحركة بقيت أعرف أتحرك. جابت لي مروحة حتى كنت أنا مش طايق نفسي. يعني جابت لي بضاعيات اللي انا اقعد اللي انا اعتمد على نفسي واعرف اجيب الجنيه لاولادي. فالحمد لله رب العالمين. والبركه برضك في يعني مؤسسه فذكر، ربنا الاول ثم مؤسسه فذكر سبب من الاسباب برضك اللي هي تجيب لي الحاجات ديت. والبركه برضك في اهل بلدنا برضك اللي بتساعدني، ويعني ناس محترمه جدا وكويسه. ومؤسسه فذكر ما استخسرتش فيها اي شيء. طيب اللي ما يعرفش قصه عم رشاد هنقولها سريعا. عم رشاد الراجل الطيب ده كان عايش مع مراته، الانبوبه ضربت فيه، مراته توفت ربنا يرحمها، هو جات له نسبه اصابات 85% فيما اعلى كمان. بدون دخل بدون اي شيء. ابتدت حكايته، بعت لمؤسسه فذكر، ابتدينا معاه خطوه بخطوه. نفسك في ايه؟ كان كفاله شهريه زائد اللي كان نفسه في كرسي متحرك، جاله كرسي متحرك. اخر مره جينا له ايه رايك في الكرسي المتحرك؟ طب انا نفسي في مشروع بقى عشان انا مش عايز كفاله من حد وعايز ابتدي ايه اعتمد على نفسي. ربنا قدرنا والحاجه جت. صح؟ مظبوط. عياله ان شاء الله هما الاثنين ربنا يطرح له فيهم البركه، جمال ومتربيين بمعنى الكلمه. وربنا انعم عليه اكتر اللي عياله ما شاء الله يعني تجار صغيرين، واقف معاهم وبيحاسب لي كل حاجه ومدركين وعارفين دي ثمنها كام ومكسبها كام. صح يا معلم؟ يعني مكسب علبه الشيبسي كام كيس؟ مكسبه 20 جنيه. 20 جنيه اهو. هو حافظ ما شاء الله. ربنا يطرح له فيه البركه. وبشكر كل واحد من اهل الخير اللي شارك وساهم مع مؤسسه فذكر. عشان الراجل الطيب ده احنا مجرد ربنا بيبعت، احنا وسيله، ربنا بيوصلنا اللي احنا خده ده للراجل ده. فاحنا كلنا بنساعد بعض وكلنا بنقف مع بعض، وخصوصا لما يكون القصه بننزل نشوفها ونتاكد مره واثنين وعشرة هو فعلا يستاهل وهو اولى وهو ما يستناش. ناس كتير بتكون عايزه وناس كتير تستاهل، بس مين الاسرع ومين اللي احنا لازم ما نستناش على طلبه؟ هو عم رشاد وغيره حالات كتير قوي. كل ما حضراتكم بتثقوا فينا اكتر وبتساعدونا اكتر، مهمتنا ممكن نعرف ننجزها. بدل ما تقعد معانا شهور هتقعد معانا ايام، وممكن ما يتقالش عليها اسابيع، وممكن ايام وساعات بمعنى الكلمه. أنا فرحان جدا طبعا بمؤسسة تذكر اللي هي عملت معايا إنجازات كتير، الحمد لله رب العالمين. والسادة المشاهدين اللي شايفاني دلوقتي على الشاشة، أنا بشكر بلدي بورتوس، الناس اللي بتساعدني في بورتوس ناس كويسة جدا وناس محترمة جدا، لا ذكر أسماء، لأن اللي بيساعد من عند ربنا سبحانه وتعالى. فأنا ما ربنا اللي يعلم، أنا ما بعرفش أشتغل وغصب عني يا رب العالمين. فسامحوني، انا اسف جدا. انا لازم اقول كده، عمري ما انكر اي حد يعني بيساعدني. لا، في ناس بتساعدني، مش ما اقولش الناس بتساعدني، لا في ناس كتير بتساعدني. ومؤسسه مؤسسه تذكر عملت معايا انجازات كتير جدا ولسه مكمله معايا. واستاذ يونس ربنا يبارك فيه، ربنا يبارك فيك. وربنا يبارك في مؤسسه تذكر وفي اهل مؤسسه تذكر وفي اللي شغالين في مؤسسه تذكر. الحمد لله مكملين مع عم رشاد، مش هنسيبه، وحضراتكم هتشوفوا اللي بيحصل معاه خلال الايام اللي جايه. شارك معانا واتصل بينا على الأرقام التالية وهيوصلك مندوبنا لحد باب البيت.